جاتا فايس سيتي، اللعبة اللي خلت كل واحد فينا يحلم يبقى تومي فيرسيتي. في سنة 2002 نزلت لعبة غيرت شكل عالم الألعاب بالكامل بعد النجاح الكبير لجاتا 3. الكل كان متوقع إن روك ستار هتقدم جزء كويس، لكن محدش كان متوقع إنها تقدم تحفة اسمها جي تي اي فايس سيتي. أول ما تشغل اللعبة هتلاقي نفسك في مدينة كلها ألوان نيون، شواطئ، عربيات، رياضة وموسيقى من التمانينات، تخليك كده تحس إنك في فيلم أكشن قديم أو فيلم قديم عموما. بطل اللعبة هو تومي فيرسيتي، راجل خرج من السجن بعد 15 سنة. أول مهمة ليه كانت صفقة مخدرات، لكن الصفقة بتفشل والفلوس والبضاعة بيضيعوا، ومن هنا تبدأ رحلة الانتقام وبناء إمبراطورية إجرامية كاملة. أجمل حاجة في اللعبة إنك بتحس إنك بتبدأ من الصفر. في الأول أنت مجرد واحد بيشتغل عند ناس أكبر منك، لكن مع الوقت بتشتري شركات ومطابع وتبقى أنت المسيطر على المدينة كلها. فايس سيتي نفسها كانت بطل اللعبة الحقيقي. المدينة مستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية فترة الثمانينات. كل حاجة فيها كان ليها روح مختلفة، من الشوارع للمباني للإضاءة وحتى اللبس. من الحاجات اللي خلت اللعبة تعيش لحد دلوقتي إنك فعلا بتحس إنك عايش جو فيلم قديم. كل محطة إذاعية كان لها طابع مختلف يخلي السواقة ممتعة حتى لو رايح مهمة بسيطة. أما العربيات فكانت نقلة كبيرة وقتها. كان في عربيات رياضية وموتوسيكلات، قوارب وهليكوبترز، وكل عربية كان ليها إحساس مختلف في السواقة. والأسلحة كمان كانت متنوعة جدا، من المسدسات والبنادق لحد الرشاشات، وكل واحد كان بيختار السلاح اللي يناسب طريقته في اللعب. المهمات نفسها كانت من أكتر الحاجات اللي الناس فاكراها. صحيح كان في مهمات سهلة، لكن كان في مهمات صعبة جدا، لدرجة إن لاعبين كتير كانوا يقعدوا أيام يحاولوا يخلصوها. ورغم إن اللعبة كانت عظيمة لكن ما كانتش كاملة. الذكاء الاصطناعي كان بسيط مقارنة بألعاب النهاردة طبعا، يعني عشان اللعبة معمولة 2002 أو 2004. وكمان المدينة كانت أصغر من أجزاء جي تي إيه التانية اللي نزلت بعدها، لكن روك ستار استغلت كل متر فيها بشكل ممتاز، فعمرك ما كنت تحس إنها فاضية. الجرافيكس وقتها كان مبهر جدا، لكن طبيعي جدا إنه يبان قديم دلوقتي يعني. ومع ذلك أسلوب التصميم والألوان خلاها تحتفظ بسحرها. القصة كانت من أقوى قصص السلسلة، كل شخصية كان ليها حضور وكل حوار كان يخليك مستني تعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. نجاح اللعبة كان ضخم جدا وبقت ملايين النسخ حوالين العالم، وبقت واحدة من أهم ألعاب الفيديو في التاريخ. ولحد النهاردة ناس كتير بترجع تلعبها، مش عشان الجرافيكس لكن عشان الإحساس اللي كانت بتديه اللعبة. إحساس الحرية وأجواء التمانينات وشخصية تومي اللي بقت أيقونة في تاريخ الألعاب. يمكن فايس سيتي قديمة لكن تأثيرها لسه موجود، ومن غيرها يمكن سلسلة جي تي ايه ما كانتش توصل للمكان اللي هي فيها النهاردة. وفي برضه نقطة مهمة جدا، بعد أكتر من 20 سنة ناس كتير كانت مستنية تعرف روكستار هتروح فين بعد كده. كان في توقعات إنها ترجع لليبرتي سيتي أو تروح لمدينة جديدة تماما، لكن في النهاية روكستار قررت ترجع لمدينة فايس سيتي في جي تي اي 6. وده مش قرار عشوائي. فايس سيتي تعتبر من واحدة من أكتر المدن المحبوبة في تاريخ سلسلة جي تي اي، ملايين من اللاعبين عندهم ذكريات معاها، لكن إمكانيات الأجهزة وقتها سنة 2002 كانت محدودة جدا ومقدرتش تحقق كل الأفكار اللي كان ممكن تتعمل فيها. دلوقتي مع تطور الأجهزة بقى ممكن روكستار تقدم نسخة أكبر بكتير فيها شواطئ واسعة وناطحات سحاب وطرق سريعة ومناطق ريفية ومستنقعات وعالم مليان تفاصيل أكتر من أي وقت فات. أنا اتكلمت عن فيديو فيه على جي تي اي 6، ارجع شوفه. كمان اختيار فايس سيتي بيدي روكستار فرصة تجمع بين الحنين للماضي وفي نفس الوقت تقدم تجربة حديثة تناسب الجيل الجديد، وده يوضح قد ايه المدينة دي ليها مكانة خاصة عند روكستار، لأنها رجعت ليها بعد أكتر من 20 سنة علشان تبني عليها أكبر مشروع في تاريخ السلسلة. لكن السؤال الحقيقي، ليه فايس سيتي لحد النهاردة عايشة في قلوب الناس؟ الإجابة مش مجرد نوستالجيا. اللعبة وقتها كان سابقة عصرها بسنين، في وقت كانت أغلب الألعاب بتديك كام مرحلة تمشي فيها وتضرب نار. لأ، فايس سيتي قالت لك لأ، اتفضل المدينة كلها بتاعتك. كنت تقدر تسيب المهمات خالص وتلف في المدينة بالساعات، تركب أي عربية تعجبك، تروح البحر، تركب مركب، أو تدخل في مطاردة مع الشرطة لمجرد التسلية. وده كان إحساس جديد على اللاعبين كتير وقتها. من الحاجات اللي خلت اللعبة مميزة جدا هو اهتمام روكستار بالتفصيل، زي ما اتكلمنا قبل كده برضه في فيديو جي تي 6، ارجع شوفه تاني. كل منطقة في المدينة كان ليها شكل مختلف، في مناطق فخمة وفي فنادق وفي شواطئ وفي مناطق صناعية وفي أحياء هادية. مجرد التنقل بينهم كان بيخليك تحس إنك فعلا في مدينة حقيقية. تومي مش بيتكلم قليل زي بعض ابطال جي تي ايه بعد كده، بالعكس ده كان ليه شخصيه واضحه وثقه كبيره في نفسه، وردوده كانت قويه، وده خلاه من الشخصيات اللي الناس مستحيل تنساها. مع تقدمك في اللعبه بتحس فعلا انك بتكبر. في البدايه بتنفذ اوامر غيرك، وبعدها تبدا تشتري عقارات وتبني بيزنس، وكل بيزنس بيفتح لك مهمات جديده ويدخلك فلوس بشكل مستمر، وده خلاك تحس انك مش مجرد لاعب، لا انت فعلا بتبني امبراطوريه. وبرغم ان اللعبه نزلت سنه 2002 إلا إن حجم المحتوى اللي كان فيها كان ضخم جدا بالنسبة لوقتها. ساعات طويلة من المهمات وعشرات من العربيات وأنواع كتير من الأسلحة وأماكن سرية وأسرار اكتشافها اللاعبين بعد سنين من نزول اللعبة.
وحتى الغش او الشيتس اللي كانت جزء من المتعة. ناس كتير تدخل اكواد عشان تطلع دبابة او تغير الطقس او تخلي الشرطة تجري وراها باقصى مستوى، وتقعد تلف من غير اي هدف. وده سبب ان اللعبة كانت بتتفتح حتى بعد ما تخلص القصة. لكن اكيد اللعبه كان فيها عيوب، نظام التصوير كان صعب شويه مقارنه بالالعاب الحديثه. طبعا احيانا الكاميرا كانت تضايقك، برضه كان في مهمات تعتمد على الحفظ والتجربه اكتر من المهاره. لكن رغم كل ده الناس كانت بتسامح اللعبه بسبب المتعه اللي كانت بتقدمها. ولحد النهارده اول ما تسمع موسيقى البدايه او تشوف شاشة التحميل هترجع لك ذكريات كتير. ذكريات اول مره سرقت عربيه، واول مره الشرطه جريت وراك، واول مره خلصت مهمه كنت فاكر انها ممكن تكون مستحيله. ودي قوة الألعاب العظيمة، إنها تفضل محفورة في الذاكرة حتى بعد مرور عشرات السنين، زي كده جي تي اي فايس سيتي. وعشان كده لما حد يتكلم عن أعظم ألعاب التاريخ اسمه فايس سيتي بيكون حاضر دايما. مش لأنها كانت أكبر لعبة ولا لأنها كانت أحسن جرافيكس، لكن لأنها كانت لعبة صنعت ذكريات للجيل كامل. وده هو السبب الحقيقي اللي خلاها أسطورة لحد النهاردة. وبس كده، متنساش اللايك والاشتراك، ومتنساش تقولي في الكومنتات ايه أكتر لعبة جي تي اي بتحبها. وبس كده، أشوفكوا في فيديو جديد.